جون ادوارد اخيرا في نادي الزمالك. جاي لك الحلقه دي كده اكلمك بسرعه عن موضوع جون ادوارد، ومين هو جون ادوارد. وايه نسبه نجاح جون ادوارد مع نادي الزمالك وايه نسبه فشله. هو طبعا جه متاخر جدا، احنا شفنا طبعا الفتره اللي فاتت كان في مفاوضات كتير جدا وبنسمع كلام جون ادوارد جاي الزمالك. ويا ترى مين جون ادوارد ده؟ انا عن نفسي صراحه ما كنتش اعرف مين جون ادوارد. لحد ما سالت كتير واستفسرت وجبت شويه معلومات عنه كده. طبعا كلنا سمعنا ان جون ادوارد ده حد جامد وحد تقيل وحد ليه علاقات كويسه وحد شاطر وحد دارس. سمعنا كل الكلام ده الفتره اللي فاتت، بس هل الراجل ده مؤكد لينا كجمهور زمالك الراجل ده هينجح مع الزمالك او هي هيحقق نجاحات في ظل الظروف اللي فيها نادي الزمالك دلوقتي ولا لا؟ طيب، مين هو الاول؟ جون ادوارد. جون ادوارد هو مدير رياضي او المسؤول عن فريق الكوره او اداره الكوره في نادي فاركو. هو في الاساس مدير رياضي ووكيل لاعبين ووكيل مدربين. علاقته كويسه زي ما بقول، عنده علاقات قويه جدا مع مدربين ولاعيبه سواء جوه مصر او بره مصر. الراجل شاطر جدا في مجاله، بيعرف يجيب صفقات، بيعرف يخلص مدربين بطريقه كويسه. طبعا من ضمن المعلومات اللي عرفتها ان جون ادوارد هو اللي كان جايب جيزوالدو فيريرا، مدرب نادي الزمالك 2014، هو اللي جابه نادي الزمالك. وكلنا طبعا عارفين مين هو فيريرا. تقريبا انا بالنسبه لي احسن مدير فني دخل نادي الزمالك في تاريخ نادي الزمالك كله، او على الاقل اللي انا من ساعه ما انا اتفرجت على كوره يعني وشفت ان فيريرا من افضل المدربين، حد تقيل جدا جدا جدا، بروفيسير زي ما بيقولوا. فكون ان انت تجيب حد زي ده اكيد انت جامد. وفي الفتره الاولانيه برضو اللي اعرفه يعني بيسيرو لما راح نادي الاهلي كان هو اللي جايبه برضو نادي الاهلي. وكان ساعتها بيسيرو تقيل ومعاه ستاف قوي جدا جدا جدا. يمكن اللي وقع بيسيرو الفتره الاخيره ان كل الاستاف بتاعه اللي كان شغال معاه كلهم بقى اشتغلوا لوحدهم مدربين، وكل واحد راح في حته، فبالتالي هو بقى لوحده شويه، فالدنيا بقت صعبه معاه. ولكن برضه بيسيرو كان ليه تاريخ كبير، وحتى لما مشي من الاهلي راح نادي بورتو على طول. فهو برضه اسم تقيل بغض النظر عن فشله مع نادي الزمالك الفتره الاخيره. ولكن طبعا عايز اقول ان جون ادوارد بيقدر يجيب اسامي تقيله وعنده علاقات قويه جدا 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 في الخارج. وزي ما شفنا طبعا جيزوالدو فيريرا ده اكبر مثال. عايز اقول ان هل كل ده بيقول يعني ان جون ادوارد هينجح مع الزمالك؟ طبعا انا يعني انا مش عايز اقول 100% الراجل ده هينجح، ولا عايز اقول ان الراجل ده هيفشل، لان الموضوع ده متوقف على حاجات كتير قوي. نسبه نجاح جون ادوارد مش هتبقى متوقفه عليه هو لوحده. جون ادوارد هيشتغل وكل حاجه، ولكن تحت مظله مجلس اداره نادي الزمالك. واحنا شفنا الفتره اللي فاتت مجلس اداره نادي الزمالك ومدى التخبطات اللي حصلت و... ويعني الفشل، عايز زي ما بقول يعني هو فشل بمعنى اصح في ملفات كتير قوي في نادي الزمالك، سواء صفقات او مدربين او رحيل لاعبين وتمشي ببلاش ولعيبه كسر كده بتيجي نادي الزمالك. فعايزين نقول ان الراجل ده المفروض ان هو جاي يعدل النقطه دي. ولكن طبعا في الاساس الراجل ده عشان ينجح لازم مسانده قويه جدا 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 من مجلس اداره نادي الزمالك. الراجل ده مش هينجح غير بالمسانده القويه وعدم التدخل آه، في اختصاصاته بمعنى اصح. يعني الراجل ده تعثر المفاوضات الفتره الاخيره دي وتاخر الاعلان هو كان بسبب الحته دي. هم كانوا بيستقروا يعني على استراتيجيه هيمشي بيها، هو مش عايز حد يتدخل خالص في شغله. وانا بشوف ان ده الافضل بصراحه لان الناس دي اتدخلت كتير، وزي ما شفنا النتيجه دلوقتي نادي الزمالك عامل ازاي ومدى الصفقات اللي جت والمدربين اللي جت ومشيت واللعيبه اللي بتمشي ببلاش واللعيبه اللي الزمالك بيخسرها. فاعتقد ان هم الافضل ان هم يسيبوا الملف ده خالص. تاني حاجه برضو اللي عايزين نشوفه وعايزين نقوله برضو فكره لجنه التخطيط. هل جون ادوارد لما يجي الزمالك لجنه التخطيط دي هتكمل؟ طب هتكمل، طب هي اختصاصاتها ايه بالظبط؟ ما هي لجنه التخطيط دي زي ما عارفين بقياده ميدو وحازم امام وغيرهم، الناس دي هي اللي كانت مسؤوله عن اداره الكوره في نادي الزمالك وجابوها بشكل مؤقت لحد ما تحل الازمه. طب دلوقتي انت جبت مدير رياضي المفروض ان هو بيعمل نفس الاختصاصات بتاعه ميدو وحازم امام، هو اللي المفروض هيدير الكوره او هيدير فريق الكوره جوه نادي الزمالك من كل الاتجاهات، سواء بقى في ان هو يجيب مدرب، سواء ان هو
يجيب لعيبه، سواء ان هو يقدر يسوق لعيبه جوه نادي الزمالك ويوديها انديه تانيه بدل ما اللعيبه بتمشي ببلاش كده، يقدر يبيعهم ويجيب مبالغ كويسه لنادي الزمالك. كل دي اسئله احنا مش عارفين ايه اللي هيحصل. لجنه التخطيط هل هتكمل ولا مش هتكمل؟ تاني حاجه، انا عارف ان جون ادوارد شغال بقاله فتره في في نادي الزمالك، ولكن بدون شكل رسمي. زي ما شفنا امبارح الزمالك اعلن رسمي عن تواجد جون ادوارد جوه نادي الزمالك خلاص بشكل رسمي. فهل هيبقى لجنه التخطيط دي موجوده؟ وايه هتبقى لو هي هتكمل، هتبقى ايه مدى صلاحيتها؟ هيبقى ايه شغلها؟ ولا مجرد وجوده خلاص؟ انا وجهه نظري لو الراجل ده جه موجود، بشوف ان لجنه التخطيط دي بالنسبه لي ملهاش لازمه خلاص. ده راجل جاي يدير الكوره في نادي الزمالك بشكل عام. الراجل ده زي ما بقول هو شغال بقاله فتره. من ضمن شغله برضو اللي عمله، من ضمن كده الشغل اللي عمله، ان الراجل ده زي ما عارفين طبعا اتعاقد مع شركه كبيره جدا وهي شركه نايكي، وهي المختصه بالملابس لفريق نادي الزمالك طبعا، او كل الالعاب في نادي الزمالك مش كره القدم بس. فبشوف ان الراجل ده برضو يعني دي حاجه من الحاجات الكويسه اللي الزمالك كان مفتقدها الفتره اللي فاتت. الزمالك يمكن كان بيتعاقد مع شركات ما لهاش اسامي قوي، ولكن الزمالك لما يكون شركه زي نايكي طبعا حاجه، شركه كويسه جدا وحاجه تبقى واجهه لنادي الزمالك، ان شركه الزمالك يبقى موجود في الستور بتاع نايكي، وتبقى حاجه كويسه لنايكي وفي نفس الوقت لنادي الزمالك. فبشوف دي برضه من ضمن الحاجات اللي هو اشتغلها من قبل حتى ما يتعلن ان هو رسمي مدير رياضي في نادي الزمالك. فانا بشوف ان هو الراجل ده يعني عنده حاجات كويسه كتير، ولكن انا ما اقدرش ااكد ان الراجل ده هينجح مع نادي الزمالك بنسبه كبيره. يعني الايام الجايه هتبين كتير. زي ما قلت لك كده لازم مجلس اداره يسانده بكل قوه. طبعا الراجل ده اكيد من ضمن الشغل اللي هيعمله ان هو هيجيب صفقات، فاكيد هيحتاج ان الزمالك يقدر يوفر له فلوس بطريقه كويسه جدا، لان نادي الزمالك محتاج في وجهه نظري انا يعني ما لا يقل عن يعني من 8 ل 10 لاعبين، يعني ده اقل حاجه غير اللعيبه اللي هتمشي. الراجل ده طبعا اللي انا اعرفه ان الراجل ده برضه هيبتدي يسوق اللعيبه اللي موجوده اللي الزمالك مش محتاجها. ما فيش حد هيمشي ببلاش، و... ودي حاجه بشوفها حاجه كويسه جدا. حتى لو لعيب انت مش محتاجه او شايف ان هو اقل من امكانيات نادي الزمالك، الراجل ده ممكن يبقى كويس جدا في الانديه الوسط في الدوري، سواء جوه مصر او بره مصر. فبشوف ان نادي الزمالك يقدر يسوق اللعيبه بشكل كويس، فدي حاجه كويسه برضه. تاني حاجه الراجل ده هيبتدي يجيب المدير الفني، وده انا متاكد برضه ان هو، او بعض الاخبار قالت يعني ان هو الراجل ده خلاص تعاقد او اتفق شبه اتفاق نهائي مع مدير فني اجنبي، لسه ما اعلنش عنه يعني. فانا وجهه نظري ان المدير الفني ده اول حاجه لازم تيجي طبعا، لان المدير الفني ده هو اللي هيقدر يحدد مين الصفقات اللي تقدر تكمل، او اللعيبه اللي تقدر تكمل في نادي الزمالك، ومين الاماكن او الصفقات اللي الزمالك محتاجها وتتعرض عليه الاول ويوافق عليها. فده لازم تمشي بطريقه صح يعني. الافضل ان انت تجيب المدير الفني وهو اللي يختار اللعيبه سواء اللي هتمشي او اللي هتيجي. فنتمنى يعني ان الراجل ده ينجح مع الزمالك. انا ما اقدرش اقول لك دلوقتي ان الراجل ده هينجح مع نادي الزمالك. نادي الزمالك صعب جدا جدا، الظروف في نادي الزمالك صعبه جدا، ظروف العمل جوه نادي الزمالك صعبه، الاجواء يعني شبه مستحيله. ولكن طبعا الراجل اعتقد بخبراته وبعلاقاته وبشطارته، اللي انا اعرف ان الراجل ده شاطر جدا في مجاله. بس نادي الزمالك يسيبه يشتغل، مجلس اداره ما يتدخلش خالص نهائي في شغله. لجنه التخطيط برده ما تتدخلش خالص لو هتفضل موجوده، وانا رايي ان هي خلاص ما لهاش شغل. يعني لو هم هيقدروا هيبقوا ستاف كامل مع الراجل ده، بس الراجل ده هو اللي بيدير وهم معاه زي ميدو او حازم. بشوف ان دي حاجه كويسه. غير كده لا، الناس دي يعني شكرا تستقيل، والراجل يبتدي يشوف شغله، لان المركب اللي فيها اكتر من رئيس بتغرق اكتر ما هي غرقانه. فاعتقد يعني ان نادي الزمالك محتاج ان الراجل ده يشتغل براحته خالص، من غير اي ضغوطات، من غير اي مشاكل، من غير ما اي حد يتدخل في شغله. طيب ده موضوع جون ادوارد. كان ليا بس رأي سريع كده عايز أقوله في مباراة النادي الأهلي وبورتو. طبعا يعني أنا قلتها كتير قبل كده، هي كانت فرصة النادي الأهلي في الصعود، هي كانت مباراة انتر ميامي الأولانية، فرصة اتصعبت جدا جدا، وده اللي حصل وشفناه في ماتش بالميراس. الموضوع اتصعب أكتر. يعني يمكن الأهلي عنده أمل، بس أنا بشوفه بعيد للأسف، بعيد جدا جدا جدا. الأهلي تعرض لضغوطات جامدة قوي بعد تعادل انتر ميامي. كان المفروض ان هو يفوز، كان هيستريح بقيه الماتشات، لكن هو دلوقتي حط نفسه في وضع صعب جدا، لازم ان هو يكسب مش اقل من 2-0، ولازم الناحيه الثانيه برضه النتيجه تلعب في صالحه يعني. فانا عارف الموضوع صعب جدا، ولكن في امل انت لازم تلعب عليه. آم، خلاص يعني ده اخر امل ليك.
هتلعب عليه حتى لو انت مش هتصعد يعني. انا بشوف خلاص يعني فرصه الصعود صعبه جدا، ولكن ان انت تكسب دي حاجه كويسه ليك، ان انت حتى تبقى انت خرجت يعني اسمها بتعادل ومكسب من مجموعتك وخرجت، لكن تبقى خسرت الماتشات كلها كده من الموضوع مش هيبقى كويس او شكله مش حلو بعد المصاريف وبعد اللعيبه والصفقات اللي انت جبتها، وده كله تخرج بشكل وحش. على الاقل تخرج بمكسب وتعادل، الدنيا هيبقى شكلها لذيذ شويه. فانا ليا وجهه نظر كده في التشكيل اللي يلعب بيه الاهلي المباراه الجايه. دي وجهه نظر انا طبعا، وطبعا المدير الفني هو ادرى باللعيبه وادرى بحاله اللعيبه اللي موجوده دلوقتي، مين يقدر يلعب ومين ما يقدرش. ولكن انا بشوف وجهه نظري، انت بتلعب فريق قوي جدا، فريق بورتو، بغض النظر عن نتائجه، ولكن هو برده فريق كبير، وطبعا هو مدرسه اوروبيه، فاحنا عارفين ان الموضوع مش هيبقى سهل علينا. فانا بشوف ان هو لازم يقدر يعني يعني يبدا الماتش برده بخطه متوازنه، يامن نفسه كويس قوي قوي في الدفاع وفي نص الملعب، وفي نفس الوقت يكون في ضغط هجومي عالي. يعني يمكن المره دي هغير شويه واقول ان الاهلي وجهه نظري يلعب 3-4-3، وهي برضو مش خطه هجوميه، انا لا هي يعني خطه متوازنه، ولكن بيبقى فيها الشق الهجومي اعلى شويه، وفي نفس الوقت بتبقى مأمن نفسك شويه في الدفاع بالثلاثه اللي موجودين. فانا بشوف ان انت تلعب ب 3-4-3. طبعا الشناوي هيلعب، هيكون ياسر ابراهيم، اشرف داري، بيكهام. الثلاثه دول لازم هم الثلاثه دول يبداوا كثلاثه مساكين صريح، ما بيتقدموش خالص، ثابتين في مكانهم. بشوف ناحيه اليمين يلعب محمد طاهر. يعني محمد هاني انا بس اعتقد ان هو كمان يعني محمد هاني، انا اعترضت على الانتقادات القويه قوي ليه، وان هم كان هو كبش الفدا يعني بمعنى اصح. انا بشوف ان ده مش صح خالص. محمد هاني يمكن مستواه مش كويس، بس دي مش اول مره ولا اخر مره، ومحمد هاني معروف مستواه من زمان، بس الانتقادات كانت زياده شويه. انا بشوف ان الاهلي كله كان سيء الماتش اللي فات، مش محمد هاني بس هو اللي كان للاسف هو كان كبش الفدا. فانا بشوف ان هو ما يبداش الماتش لانه نفسيا اكيد متدمر، واكيد سامع وشايف اللي بيتقال عليه الفتره اللي فاتت دي من بعد ماتش بالميراس. فانا بشوف ان هو ما يبداش الماتش ده. بشوف ان طاهر قوي جدا جدا جدا، وبيقدر يدافع كويس وعنده سرعه، فهيقدر يدافع ويقدر يهاجم مع الهاب اللي هيلعب قدامه. بشوف ناحيه الشمال، وجهه نظري ناحيه الشمال يلعب فيها تريزيجيه. يعني الموضوع هيبقى فيه تعب شويه لتريزيجيه، ولكن تريزيجيه عنده اعتقد مجهود كويس، ويقدر يؤدي المباراه دي بشكل افضل، هيبقى عنده دوافع احسن شويه ان هو يقدر يلعب. فبشوف ان هو واجباته الدفاعيه كويسه، بيقدر يدافع، وفي نفس الوقت عنده سرعه انه يقدر التحولات والهجمات المرتده يقدر يروح كويس قوي. هيكون عندك كده احنا لعبنا يمين محمد طاهر، شمال تريزيجيه، في النص وجهه نظري لازم يلعب حمدي فتحي، وجنبيه بن رمضان، هما الاثنين يكونوا موجودين في نص الملعب. طبعا لازم حمدي فتحي يا جماعه، ما حدش يقول لي لا اصل هنلعب ديانج وبن رمضان، لا الموضوع يبقى صعب قوي قوي قوي. لازم ديفندر يكون بيدافع كويس، وجنبيه واحد بيلعب بشكل متوازن، بيقدر يدافع كويس وفي نفس الوقت بيقدر يهاجم ويشتغل على الجون اكتر ويشغل الناس اللي قدام. فهو بن رمضان اللي هيكون رقم 8، ولازم يكون قدام فيه ثلاثه صريح، دي ما فيهاش كلام. هيكون زيزو ناحيه اليمين، هيكون اشرف بن شرقي ناحيه الشمال، وسام ابو علي مهاجم. بنشوف ان الخطه دي بتعتمد بكل قوه على الاطراف بمعنى اصح. فما فيش مفر غير ان انت لازم تشتغل على الجناب. لازم ريبيرو يغير فكره ان هو بيلعب في نص الملعب، او عايز يعمل ضغط من نص الملعب او يهاجم اختراقات من النص. لا لازم يبتدي يغير شكله. هو لعب على الاختراقات من النص الماتشين اللي فاتوا وما نجحش، لازم يلعب على الاطراف، خصوصا ان انت عندك واحد زي زيزو بيقدر بيشتغل كويس جدا من ناحيه يمين وبيقدر يعمل اوفرات كويس. وعندك واحد زي اسامه ابو علي اللي هو اتظلم جدا الماتش اللي فات، او الماتشين اللي فاتوا، ان هو الراجل ما كانش بيتعمل له عرضيات خالص، كان كله اختراقات من النص. وانا بشوف ان الاختراق من العمق ده يعني بيبقى صعب جدا، خصوصا مع الفرق اللي بتقف كويس زي الفرق الاوروبيه او الفرق البرازيليه زي ما شفنا. فانت لازم تشتغل شويه على الجناب، خصوصا ان انت الخطه اللي انا بقول لك عليها دي انت هيبقى معتمد على الاطراف بشكل كبير. انت بتلعب بطاهر وزيزو، والناحيه الثانيه تريزيجيه وبن شرقي، فانت عندك الموضوع فيه اطراف قويه جدا وكلهم صراع وكلهم عندهم دفعه كويسه جدا. بس لازم حذاري، لازم يكون تريزيجيه وطاهر يكون واجباتهم الدفاعيه قويه جدا، لان احنا طبعا عارفين ان الفرقه زي بورتو دي فرقه قويه واكيد عندها سرعه ارتداد، فلازم يكون عندهم واجبات دفاعيه قويه. انا ما كنتش بفضل ان انا لو قلت لي قبل البطوله ان انا العب بالخطه دي قدام بورتو كنت هقول لك مستحيل، ولكن طبعا الظروف اللي انت اتحطيت فيها ان انت عايز تكسب،
وكده كده خلاص خساره زي تعادل، زي خلاص ما انت كده كده مش خسران حاجه. فبشوف ان انت تلعب وتهاجم وتباغت يمكن تمشي معاك ويمكن تكسب. فالخطه بشوف ان هي انسب، ولكن هتحتاج مجهود شويه خصوصا من طاهر وتريزيجيه، وبالتالي طبعا لازم زيزو وبن شرقي برضو لازم يساندوا ويرجعوا. اعتقد الوحيد اللي هو هيكون قدام مش هيدافع بشكل قوي هو وسام، ولكن اغلب الفريق كله لازم يكون بيدافع كويس، والكره معانا لازم يهاجم، والكره مش معانا لازم الناس ترتد بسرعه في نص ملعب النادي الاهلي، عشان طبعا زي ما بقول لك في قوه قويه جدا 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 في بورتو في نص الملعب، وفي الراس حرب بتاع الراجل الاسمر ده راجل قوي جدا جدا. عشان كده قلت لك لازم نلعب بثلاثه مساكين. فانا بشوف دي الخطه الافضل للنادي الاهلي، ان هو يقدر يباغي فيها فرقه زي بورتو، يضغط عليها زي ما شفنا بورتو لما ضغطت الشوط الثاني من انتر ميامي خسرت. ضيعوا كتير الشوط الاول ولكن الشوط الثاني شفنا ان هم خسروا. فانا بشوف ان الاهلي لازم يلعب كده، يبدا كده الاول، ومع مجريات المباراه كده نشوف الشوط الثاني الدنيا هتمشي ازاي. لو الاهلي قدر يسجل، وانا بعتقد ان الخطه دي ممكن الاهلي بنسبه كبيره يسجل، ولكن بنشوف ان هو حتى لو ما سجلش عادي الموضوع ما فيش مشكله خالص، هو هيكمل زي ما هو. لكن لو سجل بقدر ان هو الشوط الثاني يقدر يامن نص ملعبه اكتر، يقدر يغير خطوطه زي ما هو عايز. ولكن انا بشوف البدايه دي الافضل للنادي الاهلي. طبعا يعني الفرص بقت صعبه جدا وجهه نظري، ولكن الاهلي عنده امل هيلعب عليه لحد اخر لحظه. ولكن طبعا الامل ده انا بشوف وجهه نظري صعب. وحتى زي ما بقول لو انت لا قدر الله خسرت او تعادلت وخرجت بره البطوله، خلاص مفيش مشكله، يبقى انت عملت الى حد ما قدرت تصلح الصوره شويه في اخر ماتش. عارف ان المهمه صعبه جدا وبتلاعب فريق اوروبي، ولكن طبعا الاهلي لازم يعمل اللي عليه، لازم اللعيبه تموت نفسها في الملعب، تحسس الجمهور يا جماعه لا احنا الموضوع كده مش هنمشي كده، لا على الاقل يبقى في اداء كويس الماتش الاخير. والاهلي قادر يعمل اداء كويس، الاهلي عنده السكواد الكويس. يمكن الفتره كانت صعبه جدا في التجانس قبل البطوله، البطوله جت بسرعه جدا جدا جدا، ومدرب جديد لعيبه جديده، فالموضوع كان صعب. ولكن الاهلي يقدر يتدارك المباراه دي، ويقدر يعني بعد الماتشين اللي فاتوا يبتدي يحسن الصوره شويه لجمهور الاهلي. وبالتوفيق ان شاء الله.